السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بألف خير ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال يا ربي بصحة جيدة. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا نصليو على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة. اليوم غنشارك معكم سيرو طبيعي لعلاج الكحة الجافة والحادة وآلام الصدر والسعال. بما أننا في هذه الأيام يعني الحمد لله نعم علينا الله بالأمطار الخير، فيعني كيتغير الجو، كنعانيو من بعد من نزلات البرد والزكام والكحة أو السعال الجاف والحاد. فهاد الوصفة بجوج ديال المكونات فقط، مضاد حيوي منزلي طبيعي بجوج ديال المكونات، ويصلح حتى الوليدات الصغار وكيعطي نتيجة رائعة من أول استعمال. فتابعوا معايا الفيديو إلى الأخير باش تشوفوا المكونات والطريقة بجوج ديال المكونات فقط. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمكون الأول اللي هو اللفت، كيف ما هنا كتشوفوا معايا اللفت هذا البيض واللفت الصفر. فراه كاين في الأسواق 4 ديال الأنواع ديال اللفت، كاين اللفت المحفور واللفت اللي اللون ديالو تقريبا البنفسجي، وهذا اللفت الصفر واللفت البيض. فراه اللي استعملتو أي واحد فيهم فراه عنده نفس النتيجة، ولكن من الأفضل تاخدو هذا اللفت اللي كيكون أبيض. يعني هذا الكبير هذا الأبيض، فراه كيف ما كتعرفوا اللفت غني بمضادات الأكسدة وغني بعدة فيتامينات ومعادن اللي كترفع من المناعة وكتنقي الجهاز التنفسي، والفوائد ديالو كبيرة لا تعد ولا تحصى. فهنا غادي ناخد جوج ديال اللفتات اللي يكونوا كبار، غادي نقيهم، وغادي ناخد جوج لفتات صفرين اللي يكونوا صغار، يعني على حسب الكميه ديال هاد السيرو اللي غتحضروا. فيعني ما تفوتوش له غير 3 ايام، فراه مده الاحتفاظ به غير مده 3 ايام، ما تفوتوهاش له. فغادي نقي هاد اللفت وغادي نرجع معكم بلا ما نطول عليكم. بعد ما نقيس هذاك اللفت غادي ناخد هاد الحكاكه رقيقه اللي كتكون رقيقه، غادي نحك فيها هاد اللفت الابيض واللفت الاصفر. ضروري كنغسلوه مزيان من بعد ما كنقيو، كنغسلوه قبل ما نقيو وكنغسلوه من بعد ما كنقيو، وكنحكوه في هاد الحكاكه اللي كتكون رقيقه، كنحكوه مزيان كيف ما هنا كتشوفوا في لا فيديو. من بعد ما كنحكو هاد اللفت مزيان، ضروري كنحكوه، فانا هنا درت اللفت الاصفر والبيض، فراه تقدروا ديروا غير اللفت الابيض الا متوفر عندكم. فهنا غادي ناخذ المكون الثاني اللي هو العسل الحر، غادي نضيفوه مع اللفت. فراه العسل الحر مع اللفت كيعطي واحد التفاعل اللي كيعطينا واحد السيرو طبيعي مفيد، وعنده كيحارب لينا ديك البكتيريات اللي كتكون عندنا في الجهاز التنفسي، كيحارب الزكام، السعال الحاد يعني اللي كيكون متوسط. هاد الوصفة رائعة، ديما ملي كيدخل البرد كنديرها لوليداتي، فراه كتعطي نتيجة من أول استعمال، من النهار الأول كتحسوا براسكم يعني تنفسوا وكتحسوا براسكم يعني المناعة ديالكم حلة طلعت. ضروري يكون العسل الحر، من الأفضل يكون العسل الحر، العسل ديال الليمون، أو أنا درت العسل ديال الدغموس، يعني أي عسل متوفر عندكم ديروه، هو ضروري يكون حر. إلا ما توفرش العسل الحر تقدروا ديروا غير العسل العادي، ولكن من الافضل لان اللفت غير مجرد ما كديروه مع العسل كيعطي واحد التفاعل، كيعطينا واحد السيرو اللي طبيعي وكينفس لنا الجهاز التنفسي. مجرد ما كندير العسل في هذا اللفت كيبدا يعطينا هذاك الماء، فغادي نخليه هنا مغطيه بلاستيك غذائي لمده ساعتين. فهنا راهي كنت مزروبه به، كانت بنتي مريضه فاستعملت ليها. اما الا كنتو يعني ما مزوبينش به، راه غتخليوه مده 3 سوايع حتى 4 سوايع، راه كيعطيكم كل ما خليتوه اكثر كل ما عطاكم يعني داك السيرو اكثر. فهنا غطيتو بلاستيك غذائي وغادي نخليه لمده ساعتين. من بعد غادي نصفيه بمصفات
باش كنخرّج قدر الإمكان هداك الما اللي كيكون باش كنخرّج قدر الإمكان داك الما ديال اللفت باش كيعطينا داك السيرو الطبيعي المضاد الحيوي. فهنا خديت واحد الصفاية وغادي نصفي بها هاد اللفت، وأنا كنضغط عليه باش هكا كنخرّج قدر الإمكان داك السيرو الطبيعي المضاد الحيوي اللي كيرفع لينا المناعة وكيخلّصنا من داك البلغم اللي كيكون في الصدر. وكيتنفّس لينا الجهاز التنفسي وكيهنينا من الكحة سواء كانت حادة أو كانت يعني عادية. فراه هاد الوصفة طبيعية 100% ما عندها حتى شي أضرار. كيف ما هنا كتلاحظوا معايا فكنضغط عليه بالملعقة هكا باش كنخرج قدر الإمكان السيرو اللي كيكون طبيعي. فراه تقدروا تخليوه حتى 4 ساعات، يعني كل ما خليتوه كتر كل ما يعني عطاكم السيرو أكتر. يعني ملي كتخلطوا يعني اللفت مع العسل فراه كيولي المذاق ديالو مختلف على المذاق ديال اللفت. يعني ما كتحسوش ابدا بالمذاق ديال اللفت، فقط كتحسوا بالمذاق ديال الحلاوه ديال العسل. فهذا هو السيرو اللي حضرت معكم، سيرو طبيعي تحتفظوا به لمدة 3 ايام. يعني تاخذوا 3 المعالق في الصباح و3 معالق في وقيته ديال الغداء و3 المعالق ملي كتبغيو تنعسوا. راه هاد الكميه اللي حضرت يعني اللي غتكفيني فقط لمدة 3 أيام، بعد 3 أيام كنعاود عاوتاني نحضّر بنفس الطريقة. ضروري ديروا العسل الحر لأنه حتى هو كيرفع من المناعة يعني كيقوي لينا الجهاز التنفسي ديالنا وكيحارب لينا هاديك البكتيريات والجراثيم اللي كتكون مضرة بالجهاز التنفسي. هنا كيف ما لاحظتوا معايا حضرت هاد الكمية فقط قليلة، غادي نديرها في هاد القرعة ديال الزاج وغادي نغلقها بإحكام وغادي نحتفظ فيها في الثلاجة، غير في الباب ديال الثلاجة. وكنعطيها لبنتي لان انا حضرت كميه فقط قليله لبنتي لانها كانت مريضه. كنعطيها 3 المعالق في الصباح و3 المعالق في الغداء و3 المعالق ملي كتبغي تنعس. يعني كتحس بان الجهاز التنفسي ديالها كيرتاح ملي كتاخد هذا المضاد الحيوي طبيعي. وتقدروا تعطيوه حتى الوليدات الصغار الاكثر من سنه، حتى الوليدات اللي عندهم اقل من سنه يقدروا ياخذوه، ولكن ما يكونش فيه العسل الحر لانهم العسل الحر يعني كيكون صعيب عليهم. ضروري ديروا لهم غير العسل العادي، وراه ما عنده حتى شي اضرار لان المكون الاساسي كاين في اللفت. يعني هادوك المواد اللي كاينين في اللفت هذاك الماء ديال اللفت هو وهذا مضاد حيوي سيرو طبيعي 100%. كيف ما لاحظتوا معايا بجوج ديال المكونات فقط تحضروه كيغنيكم على بزاف ديال الادويه وطبيعي وما عنده حتى شي اضرار. غادي نوضعوه في هذه القرعه ديال الزاج وغادي نغلقوه باحكام وغادي نحتفظ به في الباب ديال الثلاجه. كنحتفظوا به فقط لمده 3 ايام وراه كنتناولوا 3 المعالق بعد كل وجبه. ولا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم بتعليقكم محفزه واشتراك في القناه الى عجبكم اكيد المحتوى، وبارطاجيو بقدر الامكان هذا الفيديو باش كتعم الفائده والناس يعني يوصل قدر الامكان للناس اللي كيبغيو بحال هاد الوصفات الطبيعيه. والدال على الخير كفاعله. شكرا على المتابعه والى الملتقى في فيديو اخر، في امان الله.